السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله في الفيديو غادي نشارك معكم كيك عائلي كبير، وغادي نضيف له واحد المكون اللي كيخليه يجي رائع، خفيف هشيج كيدوب في الفم. كيكه اللي كتجي طالعه اسفنجيه وكتبقى لمده 6 ايام وهي رطبه ما كتنشفش. فإلا كانت اول مشاهده للقناه مرحبا بكم، تشاركوا في القناه وفعلوا الجرس الى عجبكم المحتوى، خليوا له حتى لايك للتشجيع. انا هنا في هاد الطاسه ضفت 6 ديال البيضات اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ، اللي زديت عليهم 2 كيسان ديال السكر، شيشه ديال الملحه. كنخلط كلشي مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال الخليط، كيتبدل اللون ديالو وكيولي اللون ديال الخليط فاتح. ملي كنوصلوا لهاد المرحله هذه غادي نزيد كاس ديال الزيت اللي كنزيدو بشويه بشويه وانا كنخلط. بعد ما تخلط لي الزيت مزيان مع الخليط، دابا غادي نسم 2 اكياس ديال الفاني، وكذلك غادي نسمو بالنكهه ديال الحامض واما بالقشره ديال الليمون. غادي نضيف النكهه ديال الحامض، كتبدل لنا اللون ديال الخليط وكتعطي واحد المذاق اللي هو رائع. كذلك غادي نضيف كاس ديال الحليب، حتى هو كيكون درجه حراره المطبخ. كيف ما كتلاحظوا داك النكهه ديال الحامض كتبدل لنا اللون ديال الخليط، كيعطي واحد اللون اللي هو مزيون، كذلك المذاق كيجي بنين. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. بالنسبه لكميه الدقيق اللي عندي 350 غرام، 3 كيسان ونص. زديت الكاس الاول والكاس الثاني. ودابا كنضيف 2 اكياس ديال الخميره بوزن 16 غرام، كل كيس كيوزن 8 غرام. كنخلط من تحت وفوق وغير بشويه باش ما يهبطش الخليط. وغادي نزيد الكاس الثالث. دابا غادي نضيف الكميه ديال الدقيق اللي بقات لي، اللي هي نص كاس 50 غرام. كنخلط حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا، وهذا هو المكون اللي كنضيفوه باش كيخلي الكيك ديالنا يجي هشيش ورطب. الخل، زديت ملعقه كبيره ديال الخل، خلطت كلشي مزيان، حصلنا على هذا القوام هذا اللي كيكون ماشي ثقيل وماشي خفيف. ودابا غادي ندوز نخوي الخليط في الصينيه اللي كنكون فرشتها بالورق ديال الطبخ، واما كندهنوها بالزبده ورشوها بالدقيق. وكنفرغ الخليط وانا يدي مرفوع باش كندخل واحد الكميه ديال الهواء باش كيجينا الكيك مهوي وخفيف. قديت الوجه ديال الكيك وحيت داك الفقاعات اللي كيكونوا في الخليط، وغادي ندخلها للفران اللي كيكون مسخن من قبل على عافيه مهيله لمده 35 حتى 40 دقيقه. كنشموا الريحه ديال الكيك. كنفتح الفران، الا تحمرت من الجناب نهبطها للرف الثاني باش كتحمر من الوجه ديالها. بعد ما طابت حيدتها من الكاغيط، قطعت لها داك الجناب غير شويه، دهنتها بالكونفيتير ديال المشمش، وغادي نزينها بالكوك. هاد الكيكه ملي كندهنوها بالكونفيتير ديال المشماش ونزينوها بالكوك كيجي المذاق ديالها فحال المذاق ديال الحلوى دريشبون، كتجي بنينه بزاف. ويمكننا نزينوه بالكاوكاو مهرمش، باللوز ايفيلي، ولا بالشوكولات، كيبقى التزيين على حسب الذوق. هنا من بعد ما غادي نزينها غادي نقسمها، وكتعطينا كميه كثيره. غادي نقسمها في النص، وهاد الجهه هادي غادي نقسمها على 3، والجهه الاخرى غادي نقسمها على 3. الطروفه كيجيو كبارين وكتعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره. هنا من بعد ما قسمتها غادي ندوز عاوتاني نقسمها على 3، حصلت على 18 قطعه. وإلا بغينا نخرج نختار كنصغروا يدنا في التقطيع. والكيكه كتجي عاليه فشخه خفيفه كيف ما كتلاحظوا، اسفنجيه ورطبه وهشيشه. ما محتاجينش اننا نسقيوها، كتجي رطبه بزاف وخفيفه كتذوب في الفم. كيك بحجم عائلي للفطور ولا للغوتي، سهل وسريع وكيعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره. حتى هنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى الوصفه اليوم اللي شاركت معكم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. شكرا لكم والى اللقاء.